في مسجد سيد الحلوي أقل منه في أماكن أخرى، إلا أن منارته الرائعة تؤكد اهتمام. وبجوار المسجد من الناحية اليمنى توجد مدرسة تعتبر بحق آية أخرى من الفن والإبداع، وحجة قوية على مدى اهتمام المسلمين بالناحية العلمية. ومساحة هذه المدرسة يصعد إليها بعدة درجات القرن الثامن الهجري. أما جدران الغرفة فهي مزينة من الخزف الأبيض والبني، الأصفر والأخضر، وفي الأسفل هذا المسجد يحتل مكانة مشرفة في سلسلة المعالم التلمسانية، إذ أنشئ عام 696 للهجرة تخليدا للأمير أبو عمر إبراهيم نجل السلطان أبو يحيى إغمراس بن زيان بعد وفاته. ويؤرخ المبنى لأوائل عهد عبد الوديد، وبالتحديد في فترة حكم السلطان أبو سعيد عثمان. أعطيت القرون المتعاقبة أولوية ونصرا لعلماء الدين على الحكم السياسي. منارة المسجد تتميز بأناقة فائقة، إذ رممت على يد الزيانيين في القرن الرابع عشر، وما زالت تحافظ على تركيبها العام. أحد أهم مراكز إنتاج الخزف، وهو ما بينه هذا الجزء من البلاطات الخزفية المخصصة لتكسية الجدران. وتتألف هذه اللوحة من بلاطات على شكل نجمات مموهة بالمينا من لون أخضر مائل إلى الزرقاء، وشكل صليب تحمل زخارف هندسية. نحن الآن أمام موقع ومعلم مهم من معالم الحضارة الإسلامية في المغرب العربي، ونحن بالذات في مدينة تلمسان. نتعرف على المدرسة التشفينية. المدرسة التشفينية أولا من الذي بناها؟ بناها السلطان الزياني أبو تشفين بن أبي الحمو موسى الأول، وهي عرفت أيضا بالمدرسة الجديدة كما عرفت بالمدرسة التشفينية، وهي تعتبر تحفة معمارية مهمة جدا، كان لها دور كبير في ازدهار العلوم، في تربية النشء، في تعليم الآثار الإسلامية، في غرس الديانة العقيدة الصحيحة. لكن للأسف عندما جاء المستعمر أباد هذه المدرسة وأهلكها، ولم يترك منها إلا بقايا قليلة من الحجارة. وقد حظي هذا الموقع بأهمية كبيرة عبر العصور، فقد كان جزءا من المدرسة التي بناها السلطان الزياني أبو تشفين بن أبي حمو موسى الأول لعام 718-737 الهجري، الموافق لعام 1337 ميلاد، تكريما للفقيه أبي موسى عمران المجدالي، أعرف أهل زمانه بمذهب الإمام مالك. وعرفت المدرسة الجديدة أو المدرسة التشفينية، والتي كانت تحفة معمارية رائعة، فقد أراد لها السلطان أن تكون بمقام جامع القرويين بفاس والقيروان بتونس. وظلت هذه المدرسة قائمة تزاول وظيفتها نحو 5 قرون من الزمن، إلى أن أتت عليها الآلة الاستعمارية، حيث قامت الإدارة الفرنسية بهدم المدرسة التشفينية وبناء دار البلدية وساحة عمومية سنة 1873 للميلاد، بإطار التهيئة العمرانية الجديدة لمدينة تلمسان. وبقيت وظيفة المبنى كدار بلدية في مرحلة الاستقلال. وفي إطار تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، قام رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بتاريخ 13 جمادى الأولى لعام 1432 الهجري، الموافق ل 17 أبريل 2011. تعد المدرسة التشفينية الملكية الزيانية بتلمسان الأولى بنوعها في الجزائر،
أسسها السلطان أبو تاشفين الزياني، وظلت قائمة إلى غاية سنة 1873، أين أمر القائد العسكري الفرنسي تهديمها بقوله أن جمالها لا يليق للعرب، حيث كان جمالها الساحر الأخاذ وفسيفسائها الرائعة منقوشة برخام خالص، وكانت تقوم على تعليم الطلبة والعلماء والفقهاء والقضاة وعلوم الطب والفلك والكيمياء والكثير من التخصصات الأخرى، كما كانت تستقطب الآلاف سنويا من مختلف دول العالم لطلب العلم والمعرفة. بعد تدمير المدرسة التشفينية من طرف الاحتلال الفرنسي المستبد، تم تحويل مكانها إلى بلدية، لكن فور استرجاع السيادة الوطنية وطرد المستعمر من على أرض الوطن، تحولت هذه الأخيرة إلى متحف وطني عمومي. أما الرخام ولوحات الفسيفساء كذلك أخذتها الدولة الفرنسية إلى متحف لوفر الفرنسي، والبعض موجود في المتحف الوطني بتلمسان. est devenue la cible des dynasties qui se battaient pour la domination de l'Afrique du Nord au Moyen Âge.
La dynastie berbère des Iyanides a transformé Tlemcen en une cité royale magnifique. Quand les Iyanides ont établi leur dynastie, ils ont bâti le château qu'on appelle Palais El Meshwar. Le palais El Meshwar a été édifié en 1248. Son nom signifie « le lieu du conseil ». C'est un complexe palatial avec une impressionnante citadelle où se réunissaient les ministres royaux. C'était la résidence du souverain ziyanide Yagmorasen Ibn qui a transformé la citadelle en palais au début du XIVe siècle. La résidence royale est au cœur des fortifications. Il y avait 4 bâtiments et celui-ci était réservé au roi. Par le jardin agrémenté d'une fontaine, on accédait au diwan, la salle du conseil, et au harem à l'étage. De chaque côté, il y avait les suites royales, occupées en fonction de la saison. La suite hivernale est en pierre et celle d'été en marbre, pour être plus fraîche. Le style architectural est andalou et islamique, avec des inscriptions coraniques. Le bâtiment a dû être restauré après les traces laissées par des siècles de guerre et de soulèvements. Les dalles d'origine ont été laissées visibles pour faire la différence entre les parties anciennes et celles qui ont été reconstruites.